السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا بناء على طلب الجماهير، ازاي تقرا افكار اي شخص؟ طبعا الناس هنا مستغربه ان انا في صيدليه، لان انا اصلا دكتور بعيدا عن مجال الماجيك، فانا هنا في صيدليه. فدي بس كده انترودكشن بعرفك فيها ايه اللي هيحصل في الفيديو. هعلمك النهارده حاجه اقسم لك بالله ان انت مش هتسمع زيها في اي مكان في حياتك. تابع الفيديو الاخر عشان ده فيديو من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها هنا على القناه. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، انستجرام وفيسبوك وتيك توك. هسيب لك اللينكات كلها تحت دلوقتي في الوصف، فانزل دلوقتي اعمل الشروط دي ويلا ندخل على الفيديو على طول عشان محضر لك حاجه تقيله. انت ماشي في الشارع وحد قال لك اقرا افكاري، يلا حالا هتعمل ايه؟ الفيديو ده هقول لك فيه معلومات لا تقدر بثمن، معلومات انا كنت ناوي ابيعها واكتبها في كتب، بس انا هديها لك هنا فور فري. حاجات اللي انا شخصيا بستعملها لو حرفيا نازل من بيتي معيش اي ادوات، وشخص قابلته قال لي لا 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 مش ممكن، انا مش مصدق نفسي، انت لازم تعمل لي حاجه، انت لازم تقرا افكاري دلوقتي. هقول لك في الحاله دي تعمل ايه. تابع الفيديو للاخر. انك تبقى عارف معلومه عن شخص هو ما يعرفش انك تعرفها عنه، دي سلاح فتاك في الماجيك. حرفيا المعلومه دي كفيله تخليك تعرف اي حاجه عن الشخص. هشرح لك الكلام ده بوضوح تماما. وفي الفيديوهات الجايه هديك تيبس عن ازاي تعرف معلومات عن الشخص من غير ما يبقى عارف انك عارفها عنه. طيب يعني الفكره كلها انك تعرف معلومه سي مثلا شهر ميلاده. تعالى نتخيل كده سوا انا وانت ان انت قابلت واحد وتعرفت عليه مش عارف ايه، ودخل مثلا عملت له اد او حاجه، او انت مثلا شفته واقف مع اصحابك وقالوا له ايه، ازيك مثلا عامل ايه كله تمام، بص يا مراد احنا كذا كذا كذا. فانت مثلا من بعيد سمعت ان اسمه مراد، هتدخل على فيسبوك مثلا عنده تكتب مراد مش عارف ايه، تدور تشوف مثلا معلومه قديمه قوي عنه. مثلا تدخل في اباوت، خانه اباوت على فيسبوك او ايا كان المنصه ايه يعني، تقلب زمان مثلا تشوف هو كان في مدرسه ايه، هو كان ميوله ايه، كان بيحب افلام ايه، فيفورت سبورت مثلا. شوف اي معلومه حرفيا ممكن كل الناس اللي قاعده تكون مش عارفاها عنه، وانت اصلا شخص اوريدي ما تعرفوش والناس ما تعرفش انك تعرفه، ومفيش اي حاجه، هو انت عرفت معلومه عنه. طيب تعال اقول لك انا دلوقتي ممكن استعمل المعلومه دي في ايه. الكلام اللي هقوله لك في الفيديو ده لا يقدر بثمن حرفيا في الماجيك، وكنت ناوي ان انا ما اقولهوش اصلا وابيعه في كتاب يعني. وهقول لك الاساليب اللي انا بستعملها في ان انا اعرف معلومات كتير قوي عن شخص من غير ما يعرف. طيب دلوقتي يا سيدي، انت دلوقتي زي ما قلت لك دخلت عرفت مثلا ان هو في مدرسه سي مثلا ايه، مدرسه عاشور. حلو، مدرسه عاشور. ودخلت عليه او على اصحابه وانتوا قاعدين وعملت خدعه مش عارف ايه، وهو مثلا قال لك انا عايز اجرب خدعه. اقول له بص انا هقرا افكارك ماشي، عايزك تفكر في اسم اي دوله انت عايزها. حلو، فيقول لك ماشي. هتجيب كارتين او ورقتين تستلفهم بقى، يبقى معاك 2 بيزنس كارد اللي انت عايزه. تاخد ورقه تكتب عليها مدرسه عاشور، وتشد خط تقول له فكر في اسم الدوله دي كويس، كان فيها حرف مد بنسبه كبيره قوي. هيقول لك معظم الدول يعني مثلا ما عدا مصر، مثلا الاردن فيها الف، لبنان فيها الف مثلا، روسيا فيها واو وفيها الف وفيها ياء. فحروف المد ايه، واو والف وياء. فانت تقول له كان فيها مد صح، يقول لك تمام قربت اجيبها. وتكتب مدرسه عاشور، تحط الكارت وتقول له قول لي فكرت في ايه. فيقول لك مثلا فكرت في فلسطين. قول له تمام فير صح، تعالى كده نشوف. او اللي اقول لك بلاش نشوف دلوقتي، تعال نصعبها اكتر. عايزك تفكر مثلا في اسم حاجه قديمه بالنسبه لك، مثلا مدرسه كنت فيها وانت طفل. خلاص فكرت، انت هنا طلبت منه يفكر في المعلومه اللي انت اوريدي عارفها. بس مراد ما يعرفش انك عارف عنه المعلومه دي، ده انت اصلا واحد جاي من بعيد يعني، انت كنت بعيد وما تعرفوش هو شخصيا، انت عارف حتى اصحابه فاهم. فالمعلومه دي ممكن اصحابه اصلا اللي حواليه ما يكونوش عارفينها عنه. انت فاهمني، فاهم اللي عايز اوصله لك. ودلوقتي طبعا هيفكر في مدرسه عاشور، تقوم انت جاي ساعتها كاتب فلسطين وتقول له فكر في اسم المدرسه كويس، تخيل انت رايحها في حرف عين صح، هيقول لك وانت اصلا بتكتب فلسطين. تحاول تمثل انك بتكتب مدرسه عاشور بس انت هتكتب فلسطين، وتحط الكارت عادي تمام، تقفل وتقول له فكرت في ايه، هيقول لك مدرسه عاشور. هتيجي بايدك الاثنين، افتكر ان انت في الحقيقه كاتب هنا فلسطين وهنا كاتب مدرسه عاشور العكس، لكن هو قال الاول فلسطين مدرسه عاشور. فانت بالبلدي بالاخر عشان ما تحسش انك تهت، محتاج تبدل الكارتين دول. فهتعمل ايه، كارتين هم على بعض هتاخدهم تعملهم بالشكل ده، بس تريفيل الاول فلسطين وبعد كده مدرسه عاشور، بوم بوم هيت قوي جدا. هنا انت عرفت البرنسبل ماشيه ازاي، ومنها بقى انت تقدر تمشي على حاجات كتير. تعال اقول لك على طرق بقى تانية
ازاي تعرف بيها معلومات عن شخص من غير ما يعرف انك عارف المعلومات دي. في ابلكيشن اسمه جيت كونتاكت. الابلكيشن ده بيقول لك ازاي انت مسجل الناس. المعلومه دي برضو او الحاجه دي انا برضو اكتشفتها انا من عادتي، وانا عايزك تعمل كده على فكره. انا عايزك تفضل تفرك وتدور وايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها نطلع منها افكار في الماجيك. تمام. مثلا لو معايا رقم حد على جروب الدفعه بتاعه وعايز مثلا في يوم هقابله واعمل له خدعه وابقى جاهز، بدخل اخد رقم واحطه على جيت كونتاكت وبشوف بقى حاجات. يعني مثلا اللي مسميه ايه، سمسار عماره 7 مثلا، احمد اخو وائل، فاهم؟ مش عارف، اسم ده عليه شهير، يعني مثلا لو اسمه خالد مثلا بيحبوا يقولوا له مثلا ايه، خوخه. انا ببص بتكلم معاك بصوت عالي، فاهم؟ توقع اي حاجه. انت دلوقتي مش فارق لك ايه اللي مكتوب، انت عايز تاخد معلومات. او مثلا خالد ابن الدكتور فلان، انت فاهمني؟ فانت كده عرفت ان باباه دكتور. مش شرط طبعا اسم والده ايه، لان ممكن يقول لك لو انت جيت تعمل له الايفكت دي انت عارف اسم بابايا، صح؟ بس ما تاخدهاش بقى بالطريقه دي. ساعتها هتقول له فكر في مهنه والدك. فتعالى سي انت بتسكرول وعرفت ان هو مثلا يعني مثلا ساكن في شارع معين. مثلا ممكن واحد يبقى مسجله ايه، خالد سكن عمر جمال. انا مثلا في واحد كاتبني كده على جيت كونتاكت، محمد ابراهيم سكن عمر جمال. ماشي. فتمام، تعالى نفترض ان دي معلومه مهمه، سكن مثلا او شارع 7. حلو، شارع 7. فبس طبعا تبقى انت عارف شارع 7 ده ايه، يعني مثلا هو الشارع اللي هو ساكن فيه ولا ده عماره. يعني شوف معلومه فعلا انت خلاص متاكد ان مليون في الميه المعلومه دي هي في مكانها الصح. يعني مثلا ما تلاقيش ايه مكتوب ياسر، واحد مسجله ياسر وتقول ده ياسر ده ممكن يبقى اخوه، ممكن يبقى ابوه. انت مش متاكد، يبقى ما تاخدش على المعلومه دي. خد معلومه انت متاكد منها، فاهم؟ او مثلا الاسماعيليه ممكن تلاقي محمود الشروق، محمود الشروق. ناس كتير مسمياه كده. ممكن الشروق دي تبقى عيلته، بس في نفس الوقت ممكن تبقى المدينه. فاهم قصدي؟ فالمهم يا سيدي، خدت معلومه هتروح تكرر نفس السيناريو. تعال نفترض ان المعلومه دي بابا دكتور مثلا. هتقابله، ازيك عامل ايه؟ هنا هترفيل اي حاجه. قول له فكر، بص عايزك تفكر في اي رقم من 1 ل1000. اي رقم فكرت. الرقم ده زوجي. لو قال لك يبقى جامد، هيت قويه جدا. لو قال لك لا، قول له تمام. عايزك تنسى اي حاجه تفكر فيها، فكر بس في الرقم علشان ده ما ياثرش على المايند ريدنج او الكونكشن اللي هيحصل. هيقول لك ماشي. هتكتب ساعتها دكتور، بس تشد خط. بس ما تحاولش تبين حركات ايدك عشان هو ما يربطش في الاخر ان انت كتبت ارقام ولا حروف. انت عايز تكتب دكتور بس في نفس الوقت هو يكون شايف انك بتكتب ارقام، فاهم؟ فانت هتداري ايدك وتكتب بالراحه خالص وتقول له لاول مره ايه الرقم اللي فكرت فيه؟ 88 صح؟ فير صح؟ انا في الحاله دي ساعات ما بكملش الايفكت واقول له ايه، طب تمام عايزك بقى تفكر في كده. لا، بقول له بص، لو طلعت 88 قويه صح؟ طب استنى تعالى نصعبها. وانا مش بريفيل هنا. شفت انا عملت ايه؟ لو طلعت 88 خطيره. طب استنى هنصعبها. بص، عايزك تفكر مثلا باباك شغال ايه. حلو، فكر بس هو شغال ايه، ما تقوليش. طبعا انا لسه اول مره اشوفك النهارده، انا اول مره اعرفك. تمام. تفتح تكتب 88. هو هيكون مفكرك بتكتب او بتقرا افكاره، اللي هو والده بيفكر في ايه. كتبت مثلا اهو دكتور، هتحط خلاص. لاول مره والدك كان شغال ايه. بص، وانا بحط ايدي بعكس بس كده. خلاص، والدك كان شغال ايه، دكتور، وقلت لي الرقم كام، 88. تريفيل بالترتيب. مش انت طلبت منه الاول ان هو يفكر في 88 او في رقم، يبقى تريفيل للرقم وبعد كده تريفيل المهنه او اي حاجه. وتقدر تمشي بالسيناريو ده عليه وعلى اي حد يقول لك في الشارع اقرا افكاري. هتعمل ايه لو حد قال لك اقرا افكاري؟ بس يا سيدي، دي كانت جرعه سحريه قويه المره دي. الجرعه كانت عاليه المره دي بدون اثار جانبيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنت، تعمل لايك، وتقول لي الفيديوهات الجايه عايز ايه. واوعدك انك هتشوف محتوى مش موجود زيه في الشرق الاوسط هنا بس. شكرا ليك، اشوفك فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.